قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء اليوم الجمعة متابعة سعيد الناصيري رئيس نادي الوداد الرياضي لكرة القدم في حالة اعتقال وأمر بإيداعه سجن عكاشة إلى جانب متهمين آخرين من بينهم رئيس جهة الشرق والقيادي بحزب الأصالة والمعاصرة عبد النبي بعيوي. وتوبع سعيد الناصيري وباقي المتهمين بتهم ثقيلة تتعلق بالتزوير في محر رسمي، والمشاركة في تزوير سجل ومباشرة عمل تحكمي، الإرشاء وتسهيل خروج أشخاص من التراب المغربي في إطار عصابة واتفاق، والمشاركة في مسك المخدرات ونقلها وتصديرها، إخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة، والتزوير في محررات رسمية وعرفية واستخدام مركبات ذات محرك. ويأتي هذا القرار بعد إحالة الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء المتهمين على أنظار قاضي التحقيق مع ملتمس إيداع الشرنان، متهما منهم السجن المحلي عكاشة، من بينهم سعيد الناصيري وعبد النبي بعيوي. كما قررت النيابة العامة إرجاع مسطرة 4 متهمين إلى الشرطة القضائية من أجل تعميق البحث. وكانت الصحيفة الفرنسية جون أفريك قد كشفت خيوط الملف الصيف الماضي بعد نشرها تفاصيل القصة الكاملة لأسكوبار الصحراء المعتقل منذ 2019، والذي اتهم عدة وجوه سياسية ورياضية بارزة في المغرب بالاستيلاء والسطو على ممتلكاته بطرق ملتوية، مستغلين تواجده بالسجن.